بتخلص الحلقة اللي فاتت عندي ساندي وفتح الله لما بيقول لها انه خلاص كفاية كده ويتقابلوا مرة تانية، وبيبص ليها ويقول لها وتكوني لابسة حاجة تانية، أصلي أنا راجل عندي كرامة ومحبش مرتي تبقى مكشوفة بالشكل ده على حد. وبعدها بنروح لساندي هي وصحابها اللي بيكونوا متجمعين مع بعض، وساندي بتقول حلو جوي يا بنات، حاجة كده كاريزما يجنن والله، انا مبهورة بيه جوي. حسناء بضحك يا بنتي ارحمينا، انت ما بقاش عندك سيرة غيره. بس انت صدعتيني بجد من امبارح في التليفون وانا مش عارفة انام منها، وبعدين مش ده اللي كنت عايزة تهربي عشان ما تتجوزيهوش؟ ايه اللي حصل بقى؟ بتقول ساندي ما كنتش شفته، انا وقعت في غرام وخلاص. وبعديها بتبص لمنى اللي بتلاقيها سرحانة خالص ومش معاهم وكأنها في دنيا تانية. مالك يا منى، في حاجة ولا ايه؟ حسناء صحيح يا منى، احنا من ساعة ما جينا وانت ساكتة ما اتكلمتش خالص، في حاجة مضايقاكي؟ لا مفيش حاجة، انا بس سرحت شوية. كنتوا بتقولوا ايه؟ وبالرغم انها كانت بتحاول تسايرهم في الكلام الا انها كانت برضو لسه سرحانة. وتاني يوم بيدخل شهاب على بسنت المكتب. يعني داخل كده في وشك من غير ما ترمي عليا السلام حتى؟ رفعت بسنت عيونها وهي بتقوله ما شفتكش. ماشي يا بيسو، مردودالك. والمهم الأستاذ عزمي كلمني وقال إن في محامية جديدة هتيجي النهاردة، والمسؤولية وجعت عليكي انتي، هتدربيها لحد ما تشرب الشغل. هي المشرحة ناقصة قتلة؟ وبعدين دي تلاقيها لسه خريجة جديدة وهتقرفنا في الشغل لحد ما تتعلم. لا، ده أنا سمعت إنها دارسة بره قانون دولي، وكمان كانت عايشة في أمريكا طول عمرها واشتغلت هناك فترة. ولسه ما خلصت كلامه ولقوا اللي بيخبط على الباب. بيبصوا بيلاقوها واقفة على الباب ولابسة بدلة رسمية ودخلت عليهم، وشهاب كانت عيونه هتطلع من مكانها. وبسنت اتضايقت قوي لما لقيته مركز معاها بالطريقة دي. اهلا، حضرتك عايزة مين؟ انا رزان عاصم، المحامية الجديدة اللي هكون معاكم هنا. وشهاب ابتسامته بتوسع قوي وبسنت بتفضل تتفحصها لانها كانت فاكراها ان هي عادية زيها، لكنها طلعت في غاية الجمال والأنوثة. وشهاب بيقول لها انا مش عارف انت ازاي هتقفي قدام القاضي وتترافعي، بيتهيألي هيحكم لك على طول بمجرد ما يشوفك. ابتسمت له رزان، لكن بسنت بتجز على سنها من كتر الغيظ. شهاب ايه يا بيسو، ما رحبتش ليه بالزميلة الجديدة؟ ده احنا هنشوف ايام زي العسل. بسنت بصوت واطي ايام سودة على دماغك ان شاء الله يا شهاب. وفي يوم الجمعة بيتجمعوا العيلتين مع بعض، عيلة حسناء مع عيلة منى، وبيقعدوا على سفرة واحدة علشان يتغدوا في بيت كبير جدا والجو بيكون هادي. بتقعد منى جنب حسناء، والبنتين مش بيحبوا اليوم ده لأنهم بيحسوا بالملل الشديد. وبيدخل مؤيد وبيقعد جنب باباه. هيا يا مؤيد، اتفقت على ايه؟ كله تمام حضرتك، والحفلة هتتم على أكمل وجه. وعمر بيقول لأخوه ما تجلكش يا صالح، احنا متعاقدين مع أكبر متعهدين للفرح وللحفلات عموما. أنا مش عايز أي غلطة تحصل في اليوم ده، الحفلة دي هيكون فيها ناس مهمة جدا ولازم كل حاجة تكون مظبوطة. وبتدخل عليهم منى. حفلة ايه بالظبط اللي بتتكلموا عنها؟ حفلة بتنظمها الشركة عندينا علشان أخدنا المناقصة. وصالح بيقول انتوا كمان هتحضروا الحفلة. بتبص حسناء وبتقوله واحنا داخلين ايه بشغلكم؟ أنا ما باخدش رأيك ومش عايز أي اعتراض على حاجة بقولها، كلامها هيتنفذ بدون نقاش. وبعد يومين بتكون منى بتجهز نفسها وبتكون لابسة فستان أسود قصير، وبتسمع شهقات جاية من وراها وصوت حسناء يا نهارك أزرق يا منى، ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه رأيك يا سونا؟ يجنن مش كده؟ هو ايه اللي يجنن؟ هو فعلا مؤيد هيجننك وهيخليه يرتكب جناية النهاردة. انت ناوي على ايه يا منى؟ بتقول لها منى ببرود ولا اي حاجة، انا عاجبني الفستان واحضر بيه الحفلة، يلا بقى علشان ننزل احنا اتأخرنا قوي، ربنا يستر يا رب. والاتنين بينزلوا لقاعة الفندق اللي فيها الحفلة، والكل بيكون عيونه على منى، ومنى بتكون فرحانة بكده. اما حسناء فبتلاحظ عيون اخوها، بتبصله بتلاقيه عيونه بتحمر من كتر الغضب. وبيقوم مؤيد من مكانه وهو بيقول لعمه أنا هقتلك بنتك النهاردة يا عمي. وراح ناحيتهم بغضب شديد. حسناء بتقف قدامه وبتقوله مؤيد اهدى، ابعد انتي. وبياخد منى وبيطلعها على فوق، واول ما بيدخل الأوضة بيضربها بالقلم. ومنى بتتصدم، هي كانت متوقعة انه هيغضب عليها، كانت متوقعة هيزعق فيها، لكن ما يضربهاش ابدا. حطت ايدها على خدها وهي بتقول انت بتضربني يا مؤيد؟ واقتلك كمان، فاكرين عندي جرون يا بنت عمي؟ وراح زحها على الارض. اقسم بالله يا منى لو ما تعادلت لهقتلك بجد، علشان مش انا اللي اسيب مرة تتفرج جسمها للناس وتقف مبسوطة.
وفضلت قاعدة بتعيط، ومؤيد بيمسك تليفونه وقبل ما يتكلم في التليفون بيقول لها بتلبسي مقاس كام؟ ما ردتش عليه وفضلت بصاله بخوف. انت جي. بلبس سمول. وبيرن على سكرتيرته الشخصية. اسف يا غادة معلش هتعبك معايا، عايز فستان مقاس سمول طويل يا غادة ومكفول من كل حتة، اي لون مش هيفرق، وطلعهولي اوضة 204. وبتقوم منى من مكانها وهي رايحة الحمام، ومؤيد بيقفل تليفونه وبيقعد على الكنبة وهو غضبان قوي، وبيكون زعلان من نفسه علشان مد ايده عليها. اما عند حسناء كانت قاعدة وحاسة بالملل الشديد. منى ومؤيد اختفوا هما الاتنين وما ظهروش لحد دلوقتي، وهي مش عارفة حد غير عمها ووالدها في الحفلة دي. كانت لابسة فستان ذهبي وبيكون محتشم جدا على عكس بنت عمها، وبيكون برقبة وأكمام طويلة. وبيقرب منها عمر وهو بيسألها حسناء مؤيد ومنى راحوا فين؟ معرفش يا عمو، أنا جلجانة على منى، كان شكله مؤيد ما يطمنش أبدا، وبتصل بيها مش بترد. أنا هطلع أشوفهم في الأوضة فوق. لا خليكي سيبيه يربيها. عمو انت عمرك ما كنت جاسك ده، دي منى يا عمي. ايوه فعلا عشان كده بتتمرد على كل حاجة. تفتكر انا ليه وافقت على جواز منى من مؤيد بالسرعة دي يا حسناء؟ علشان مؤيد بيحبها أكيد يا عمي، وحضرتك عارف إنه هيسعدها. ده يمكن السبب التاني، لكن السبب الأول والأهم إن حب مؤيد لمنى مش زي حب ليها أبدا، ولا هيكون زي حب المنى اللي خلاني مقدرش أرفض ليها طلب، خصوصا لما والدتها توفت، خلاني ضعيف قدامها، واللي وصلها للجراءة اللي فيها دي، واللي تخليها تقف قدامي وتبجح وفاكرة إنها طوعها في جوازها من العيل الفاشل اللي كانت مصاحباه. مؤيد بيحبها مقدرش أنكر، لكن هيعرف يقف قدام تمردها، هيعمل اللي أنا مقدرتش أعمله. وحسناء بتبصله بذهول وهي بتقول ليه دايما فاهمين ان الجسوة هي اللي هتعلمنا وتربينا؟ الجسوة ما ربتش انسان يا عمي. بعد اذن حضرتك انا هخرج اشم هوا. بيتابعها عمر وهي خارجة وبيقول الله يسامحك يا صالح على اللي عملته في بيتك. وبتخرج حسناء من القاعة وهي بتستنشق الهوا بقوة لانها كانت حاسة بخنقة شديدة جواها، وفضلت تتمشى وبتبعد عن المكان مش عارفة هي رايحة لفين، وبتقعد على الكراسي اللي بتطل على النيل وهي سرحانة إنها وقعت في الغلط في العالم ده اللي ما يشبههاش أبدا. وبتبص بتلاقي ولد وبنت ماشيين مع بعض بيتكلموا وهم مبتسمين ابتسامة واسعة، وبصت للبنت بحسد وقالت إنها أكيد حاسة بالدفء في اللحظة دي رغم الجو البارد. وبتفوق بسرعة لصوت حد بيقول لها شايفك بردانة، وكان بيمد لها جاكيت علشان تلبسه. لا متشكرة، ومشيت من قدامه بسرعة كأنها بتهرب من حاجة معينة. عادت للفندق مرة تانية وبتلاقي مؤيد ومنى واقفين مع بعض. منى قلتلك مش داخلة الحفلة دي تاني، أنا عايز أمشي. مش غيرت الفستان زي ما أنت عايز؟ سيبنا أمشي بقى. قلتلك مش هتمشي، ما تخلينيش أمد يد عليكي تاني قدام الناس يا منى. وحسناء بتتدخل في إيه؟ ممكن توطوا صوتكوا شوية، الناس بتبص عليكوا. بصت لها منى وهي بتدمع. خلي أخوك يسيبنا نمشي يا حسناء، أنا مش عايزة أقعد هنا دقيقة واحدة كمان. خلاص يا مؤيد سيبها تمشي، أنا كمان عاوز أمشي، وبصراحة وجودنا ما كانش له لازمة من الأساس. ماشي خلي عمي سعيد يوصلكوا. وحسناء بتاخد منى ماشي تمام. وحسناء بتكلم منى وهم في العربية ممكن تبطل عياط بقى وتقولي لي عمل فيكي ايه؟ بتقول لها منى في ايه؟ انا ما بعيطش اصلا والله. والدموع دي اسمها ايه بقى؟ فهميني يا منى انتوا رحتوا فين وعمل فيكي ايه؟ اخوكي ضربني يا حسناء، ده اللي بتقوله بيحبك؟ بيمد ايده عليا واحنا لسه ما بقيناش في بيت واحد حتى. ضربك؟ ايوه ضربني بالقلم وزحني على الارض كمان وشدني من شعري. طب اهدي يا منى ما تزعليش وبطل عياط. انت برضو استفزتيه يا منى وانا حذرتك قبل ما تنزلي. يعني يقوم يضربني؟ لا انا مش مع انه يعمل كده، بس انت كمان غلطانه ولازم تعترفي بده. ماشي تمام انا غلطت وكنت قصده كل اللي عملته علشان اضايقه ونرفزه زي ما عمل معايا الصبح، لكن ان يمد ايده عليا بالطريقه دي اكني واحده كده. طب اهدي يا حبيبتي ما تزعليش، انا خليه يجي لحد عندك ويعتذرلك، انا مش عايزه اعتذاره اصلا. اما عند ساندي كانت ممدده على السرير وهي ماسكه تليفونه وبتتفحص صوره، وفضلت تتامل ملامحه الشرقيه، نظراته وابتسامته، كل حاجه فيه عجباها. مش مصدقه لحد دلوقتي انها لقيت فتى احلامها. وبتسيب تليفونها من ايدها وبتقول جال فتح الله، جال اسمه مش لاقي على شكله ابدا. وبتمسك تليفونها تاني بتلاقيه بعت لها رساله انه عاوز يقابلها وانها تحدد الميعاد المناسب ليها. وساندي بتفرح جدا لانها هتشوفه مره تانية. وفي صباح يوم جديد بسنت بتصحى من النوم وهي بتدور على والدها في كل البيت وبتلاقيه قاعد يشرب شاي. صباح الخير. قولي مساء الخير، احنا داخلين على العشاء ولا البعيدة ما بتشوفش؟
ما تركزش معايا يا حاج، الله يسترك، انا سهرانه امبارح على القضيه اياها لما دماغي غربت خالص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا بنتي انت هتفهمي امتى انك بت؟ دي الفاظ تقولها يا بوي، انا بت ومحاميه كمان. يا سيادة المستشار، يعني انت لسه هتتعرف على بنتك دلوقتي؟ ما انت عارفني ماليش في النحنحه والجو البنويتي ده. مفيش فايدة. قول لي يا بوي، هو انا وحشه؟ من انهي اتجاه؟ يعني من بره ولا من جوه؟ يوه جاوبني وخلاص بقى، انا في حاجه وحشه؟ انت شايفة ايه؟ انا اللي بسأل يا ابو بسنت مش انت. شوف يا بسنت، انت لو شايفة نفسك وحشة كل الناس هتشوفك كده، وطالما بتسأل السؤال ده يبقى عندك شك في نفسك. لكن لو عايزة اجابتي فانا هقولك لا مش وحشة، وزي القمر كمان، لان مفيش اب بيشوف بنت وحشة. وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده. لو عايزين تعرفوا بسنت بتسأل والدها الأسئلة ديت ليه، ويا ترى ناوية الرزان على ايه، استنونا للحلقة الجاية. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.